صباح الفل عليكم او مساء الفل عليكم على حسب انت بتشوفني منين. اهلا وسهلا بيكم كل متابعيني. بشكر كل اللي بيدعمني وبيشجعني سواء بكومنت هنا او على الفيس. تشجيعكم ليا بمساء ضوء اخضر ليا اني اكمل. يا ريت تكتبوا لي كومنتات عن الاماكن اللي انتوا نفسكم تشوفوها او شوارع نفسكم تعرفوا اصلها. النهارده معادنا مع مشروع من المشاريع الكتيرة اللي بتتنفذ في بلدنا الحبيبة مصر، بالأعم وباسكندرية بالأخص، سواء في شركة اسكندرية أو غرب اسكندرية. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن مشروع ماريا وقلنا إنه نواة لمشاريع كتيرة في غرب اسكندرية. النهاردة هنتكلم على مشروع منطقة سيدي جابر وكوبري سيدي جابر وتوليب سكوير اللي هو بيتنفذ دلوقتي في أعلى كوبري سيدي جابر. بس الاول اللي اول مره يشرفني في القناه يا ريت يضغط لايك وكومنت وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. بحبكم جدا. تابعوني بعد الفاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل. النهارده هنتكلموا على مشروع ابراج السلام بكورنيش مصطفى كامل، او زي ما بنقوله الاسكندرانية بكوبري سيدي جابر. ابراج السلام هو عبارة عن ابراج بارتفاع 33 طابق. هو اعلى برج سكني بمحافظة الاسكندرية. ابراج السلام 380 وحدة سكنية وحوالي 36 ألف متر مسطح تجاري، عبارة عن نادي رأسي بمسطح 5 فدان، بالإضافة إلى مطعم أعلى الأبراج يسمى مطعم سماوي، وبالإضافة إلى مهبط طائرات مروحية أعلى سطح المبنى. وجاري تجهيز تشطيبات المبنى الآن. نتمشوا شوية بقى كده ونتفرجوا على المكان. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا أعلى كوبري، واللي على يميننا أهو في أعلى الشاشة هي دي أبراج السلام، وبدأت تتشطب وتخلص. واللي على شمالنا ديت الكافتريات اللي اتعملت بعد ما كوبري سيدي جابر اتفتح. الكافتريات ديت بتبص على البحر على طول، وفي مطاعم كتير شهيرة هتفتح في توليب سكوير اللي هي أبراج السلام يعني دلوقتي. فيديو واشوفكم في حلقات جديدة وشارع جديد من شوارع مصر.